السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في يوميات البنات. ان شاء الله تكونوا بخير مهنيين وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله ما حبيتش ندير تقسيمات رغم الطلبات، واني وعدت مشتركات بعض المشتركات اني راح ندير لهم التقسيمات ديالهم. لكن قبل ذلك عندي يعني عمل واحد اخر اللي حبيت نشارككم فيه. هذه القائمة، هذا جدول الوجبات اليومية لشهر رمضان، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. إن شاء الله نصومه بالصحة والخير والهنا، وإن شاء الله نصومه يلقانا لا فاقدين ولا مفقودين. إذا حبيت يعني قلت خممت يعني قلت نقص على روحي شوية بما أنه رايح يجيني يعني في فترة امتحانات. هذيك هي درت يعني ملخص تاع 17 يوم، ماشي تاع شهر كامل. يعني باش ما يجيش الفيديو بزاف طويل بزاف، درت 17 يوم فقط ورايح نكمل الايام شحال 13 يوم ل 12 يوم اللي بقات في الفيديو القادم ان شاء الله. اذا عندي في هذا الجدول، عندي هنايا عندي اليوم، عندي يعني الشوربات اللي راح الشوربه، عندي الطبق الرئيسي، عندنا المقبلات، وعندنا السلطات، وعندنا يعني الديسر او الحلو تاع المساء تاع السهرة. عندي كيما نهار الاولاني توجور كيما اي عائله جزائريه عندي هنا شوربه افريقيا البنات. كيما تشوفوا يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة 4 أيام، لأني ندير نطيب قيس 4 أيام، ماشي كل يوم شتو الشوربه تحب تشد لي الطياب تشد اليد، تحب طيب غردها. اذا انا ندير يعني كونتيتي ندير قيس 4 أيام. بعد نهار رابع جوغ نقعد ندير واحدة أخرى جديدة لكن تقعد لي هكذا. إذا نقيس 4 أيام نديرهم، وهكذا كل ما نطيب فريك ندير قيس 4 أيام، ولا على الأقل تلت أيام. يعني إلا ما فطروش البنات بيها تقعد 4 أيام، وإلا فطروا بالشوربة باسكو يحبوا الشوربة فريك تقعد يعني تقعد لنا هكاك 3 أيام، نقولوا 3 أيام. المهم كاين بزاف عائلات يعني يطيبوا النساء يطيبوا الفريك قيس 3 أيام 4 أيام هكذا، باش يعني نلقاو الوقت للأطباق واحدة أخرى. استغفر الله. عندنا كطبق رئيسي كيما كل رمضان أنا ديما البرومي جور ندير فيه المثوم، شوربة فريك مثوم بوراك، سلطة يعني سلطة خضراء بالطون. بيان سور نديرو لها نزينوها، ماشي غير سلطة خضراء كيقولوا غير سلطة خضراء، أكيد راح تكون مزينة مرفوقة ببعض الخضار كيما الخيار الطماطيش الطون، المايز، عندنا تانيك بيتراف إلى آخره. يعني البيض تكون مزينة. المهم سلطة خضراء بالتونة، والحميس أكيد لازم يكون تقريبا كل يوم. يغيب أحيانا مي أغلب الأيام يكون الحميس. والفريت أنا عندي الفريت عندي 30 يوم 30 مقلة فريت كل يوم. لازم يا لو كان كونتيتي يا لو كان 2 حبات. المهم الفريت لازم تنحط على الطبلة. يعني راجلي مولا بيتي يحب الفريت، ما لازمش ما يقدرش يماجيني روحو صام كلا وما كلاش الفريت. ديجا هذا واش ياكل، عنده البول تاع الشوربه وعنده الفريت، يبقى 30 يوم 30 مقله. أما بالنسبة للتحليات أنا كان جات عليا ندير غير ديسير، غير تحليات، يعني حاجة باردة. نحب حاجة باردة، يعني المعسل ما نخدموش بزاف في رمضان، نحب حاجة باردة يعني تحليات بالليمون بالبرتقال المهم التحلية تكون باردة خير، يعني تجي أحسن معي. واحد توت لا جورني صايم والخدمة والجري وروحو، يعني في المساء ماذا به ياكل حاجة باردة تبرد على قلبه. المهم عندي تحلية بالليمون. وكما تعرفوا ديما عندنا حاجة اللحم الحلو ودوجور، يعني تقريبا 30 يوم. الوغ ديما نصيبو روحنا طيبناه مرة ولا زوج، وكل يوم يعني شوية كونتيتي تتسخن داخل خارج الفريجيدار اللحم الحلو. يعني دي فوا مرات كتبتو، لكن اغلب المرات ما حش نكتبو لانه كاين توجور كاين. ديجا الطنيجره الاولى تحكم ليه قريب 15 يوم، يدخل يخرج يدخل يخرج، يعني طيبو كونتيتي ويقعد يقعد ما يتكلش في نهارو. وعندنا الفريت كما قلت الفريت كل يوم. وعندنا واسمو السحور باين كاين كل واحد كيفاش. كاين اللي ياكل واش كلا في الفطور يعني ياكل في السحور، وكاين اللي لا كاين اللي يحب لازم طعام باللبن، طعام مرفوق يعني بالجلبانة ولا بالزبيب. هادو هما اللي يعني عند العائلة الجزائرية هذا هو تقريبا كامل، هذا هو السحور تاعنا، طعام بالزبيب ولا الجلبانة باللبن
سينو كاين اللي ياكلوه واش كلاو في الفطور، هذه هي. نهار تاني عندي نفس الشي كيما قلنا، نفس الشي شوربة فريك، سكالوب فارسي يجي في المقلة بالشامبينيون يتفرسون، الفخوماج، الزيتون هكا. سكالوبا شاركته معكم في القناة أظن، العام التاني تاع القناة شاركت، درت هاد البلان إن شاء الله وإلا درتو في رمضان راني نحطو. وإلا حبيتو اكتبوا لي في التعليقات، سينو نكملوا هاد الجوغ تاع الفيديوهات. اوكي، يجي جوغ لي سكالوب بالمارطو هذاك تاع الكوزينه صغيرط هكذايا، ولا بالحلال، ولا نخبطوه كامل هكذا جوغ نكرازيوه شويه، نفرسيوها فرماج. فرماج اللي حبيتي اشي، حبيتي اللي حبيتي يعني انتي والجوده اللي راكي حابه تحصلي عليها. الزيتون مقطع صغير صغير. واش تاني يا الله، شامبينيون تاني لا شامبينيون في الصوص. وشويه حبيتي سكروب ديري له شغل فيون داشي هكذا، ولا تخليه غير سا ديبون راكي حابه تفرسيه. المهم ترولي هكا ونحكموه بهذاك الكوردون هذاك اللي ننقو بهم سنانا. نحكموه ونقلوه، نعطوه وجه حمار. من بعد نديرو الصوص هذيك، الصوص ديالو كي يتحمر الدجاج نحيوه، هذاك سكالوب كي يتحمر نحيوه في هذيك المقله. نديرو جوغ نزيدو شويه زبده هكذايا، ومن بعد نزيدو شامبينيون نخلوه يتقلى مليح. من بعد نديرو والله ماني شوفيه اسكو نزيدلو البصل شويه رقيق رقيق ولا ما نزيدلوش. المهم ومع لا كريم فريش يجي فريمون. وإلا حبينا نديرو جوغ شويه لا موطارد ونمرقوها بشويه ما ماشي حاجه كبيره. ومن بعد كي يطيب كي يتقلى عندي مليح الشامبينيون هكذا، ومن بعد نعاود نرد هذاك الدجاج لهذيك الصوص يكمل طيابو تما. يعني يجي ولا اروع. هذاك هو سكالوب فارسي بالفطر في المقله، يعني بلا ولا اروع. والمقبلات عندي بوراك بالدجاج والجبن. بالكم بالبوراك كي اذا شريت يعني الفيونداشي ولا الدجاج قبل رمضان، ندير حوالي سمانه هكذاك، نقولوا لافي تاع رمضان ولا دو جوغ قبل رمضان، ندير كونتيتي قيس سمانه قيس 10 ايام يعني نخدمو هكاك 3 زازن، ما باش 4 زازن نخدمهم كاع على حسب كونتيتي تاع الفيونداش اللي عندي والدجاج ارشي اللي عندي. نطيبو الافونس نخبيه في بايط في الفريجيدير، وكل يوم يعني كل ما نسحق البوراك عفوا راني نجبد على حسب كونتيتي 2 حبات للواحد نقليه كل يوم هكا. كان يسهل عليا بزاف البوراك، يسهل عليا البوراك نمد الوقت بزاف، يعني يعطيك الوقت الراحه كي نخدموه قبل رمضان. أما بالنسبة للسلطات، سلطة عفوا سلطة خضراء بالتونة نفس الشيء، حميص زائد فلفل دي فوا. حنا ماشي السلطات شوية شوية غير، يعني كي كبروا البنات باش ولات السلطة تتكل. يعني بالنسبة لي أنا السلطات كاع ما ندورش بيهم، ما باش على ما نحبش لي سلطة. بالنسبة للديسير ولا للتحلية، عندي فلان فاني بالفواكه. هو الفلان فاني عادي نورمال، لكن نزيد نزينو من الفوق بالفواكه، ولا اللي يعني فوالا التزيين بالفواكه، وتزيدي اللي يحب يزيد له شونتيي هكذا دي غوزس من الفوق. يعني كل وحده والرغبه ديالها والواجد والوقت اللي يكون. عندنا طروازيام جور، عندنا توجور شوربه فريك. قلت نطيب ب4 ايام ب3 ايام شوربه فريك. الطبق الرئيسي كباب زائد لحم الحلو. هنا كان ديما لحم الحلو يعني بشويه من داك نسخنو من داك لالا، زائد لحم الحلو. والمقبلات عندي بوراك عنابي يعني عندي اليوم الرابع نسي نزرب شويه. عندنا شوربه فريك توجور. الطبق الرئيسي يجي البناكوشه. المقبلات عندنا ميني بيتزا بالتونه. السلطه تحميس وفريت. اما بالنسبه للتحليه بسبوسه بالشاي. انا بسبوسه يا البنات تقدر ماشي يعني ندير بلا صغير ولا كان بلا كبير، يعني انا راني حاطه هكذا، لكن انا البسبوسه تقدر تقعد لي يومين. صحيت يعني البنات هي ما حش يصوموا صغار، يعني يقدروا ياكلوها غدوه من داك بالحليب ولا صباح ولا عشيه. المهم انا دوكا نحط ندير حسابي هكذا. سينو يعني ولا قعدت لي البسبوسه راح مام هنايا موراها 5 جور تاني راح ياكلوا البسبوسه هكذا. تسمى ماشي ولا قاعده نزيدو نطيبوا حتى يخلص واش عندنا باش نروحوا نديروا. تسمى حنا نحطوا الاحتياط ديالنا، ومن بعد ولا قعدوا لنا لي طارتولات باغ اكزومبل غدوه من داك نزيدو نحطوا هادوك، ويا ماشي كل يوم نطيبوا. يقدر يعني حتى يخلص واش عندي
كي يخلص واش عندي باش نطيب. هذه هي شهر طويل. عندنا اليوم الخامس، عندنا حساء بالخضار، يعني توجور نزيدلو الخضر هذيك شويه صدر نقولوا 4 صدر دجاج، نرحيهم يعني يطرحها مع يطيب ويطرحها مع ديك الخضر يجي الله الله. عندنا الطبق الرئيسي طاجين زيتون، عندنا المقبلات كوكا مرقه، وعندنا السلطات لي باغكيت بالثون زائد فريت. اما بالنسبه للتحليه دي تارتولات بالليمون. عندنا النهار السادس حساء الخضر بالجبن دائما نكون طيبت اليومين، لان الحساء يعني ماشي زكي كيمشي كيما الفريك، اذا يعني ماكس يقعد يومين. اذا اليوم السادس عندنا حساء الخضر توجور بالجبن نفس يعني نسخنو. عندنا الطبق الرئيسي شطيط حجاج، مقبلات خبيزات محشيين، وعندنا حميس زائد فريت، والتحلية كيكة بالفلان. النهار السابع هنايا البنات كيما باغ شتات حجاج هنايا الاطباق اللي يكونوا يعني مجمرين توجور يترافقوا بالمطلوع هكذا، يا نعجن يا نشري. المهم كيما الخبز كاين، كيما المراقي، كيما لي سوب. نهار لي سوب نحب ندير مع طاجين زيتون نحب ندير الكسره، كيما نقولوا كسره رخصيص غرومه قران الكسره. اما بالنسبه للشطاطح يعني لي صوص المجمرين هادو يمشوا بالمطلوع تاع تغماس. يعني كاين الخبز وإلا كنا مزيرين ماشي قادرين نعجنو، ولا كان عندنا الوقت العجين فيف المطلوع يخرج معاه. يعني ما درتش انايا هنايا خانه الخبز ولا، لانه باينين يا يتشرى يا يتعجن. المهم كيما الشطاطح يمشوا توجور مع المطلوع. وعندنا نهار السابع شوربه فريك توجور، يعني باش طيبتها جديده كراطه بطاطا بالدجاج والفرماج يجي روعه. هنا بطاطا هي مقليه ونديرها يعني كغراطان بالفرماج. وعندنا مقبلات بوراك باللحم والجبن. عندنا سلطه خضراء سلطات عفوا، عندنا سلطه فلفل وطماطم مشويين توجور زائد فريت. وعندنا التحليه الحلو، عندنا فلان فاني وشوكولا. ندير دوكا فلان فاني ونزيد معاها الشوكولا، يعني البنات ياكلوا الفلان وانا وباباهم ناكلوا الفاني، ياكلوا الشوكولا عفوا حنا ناكلوا الفاني. عندنا ثامن يوم شوربه فريك، وطبق رئيسي دجاج محمر نرافقو بالارز غير بشويه ارز باسكو ما لازمش نديرو بزاف، يعني العائله الصغيره ندير غير شويه برك، يعني لانه الارز شويه يجي ثقيل في رمضان. عندنا المقبلات بوراك بالدجاج والجبن، ولا واش عندي صديبون. يعني دوك انا درت بالدجاج نقدر من هذيك ندير بوراك نقولوا مثلا بالباتي والجبن والزيتون والبيض هكذا. ماشي يعني توجور لازم باللحم ولا بالدجاج. دوك انا كتبت ومن بعد هذاك ديك الساعه تبان. عندنا السلطه عندي زور ديال المشرمله وزائد فريت. وعندنا التحليه بالك نديرو القطايف. عندنا النهار التاسع شوربه فريك هكذا، شوربه فريك. وعندنا الطبق الرئيسي ديال المقرعه والبطاطا، ودي فوا نزيد مم الفلفل، يعني ندير ظلمه خضر قرعه بطاطا فلفل، ولا ندير قرعه ونزيد معاها حبه بطاطا غير على جال بيتي لانه يحب البطاطا، يعني قريبا يحب البطاطا في كلش. المهم هي انا نحب القرعه وحدها تجي يعني بنتها بنه. اما بالنسبه للمقبلات عندنا سوفلي محشيين دجاج، عندنا سلطات فريت وسلطه خضراء. اما بالنسبه للتحليه المحلبي ونخدمه في الدار، ما نحبش المشري ما يجيش بنين. انا النهار العاشر عندنا ديجا لحقنا اليوم العاشر، عندنا شوربه فريك توجور كباب بالجبانه لي ميني كيش بالطون. هنا السلطه تاعنا فريت توجور قلنا 30 يوم 30 مقله، سلطه خضراء مقطعه يعني خضر مقطعين صغار 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 مع التونه والبيض. وبالنسبه للتحليه كيكه الدانات، وما اروعها كيكه الدانات، يحبوا بناتي يعني شحال يحبوها يموتوا عليها. عندنا النهار الحادي عشر عندنا توجور شوربه فريك، عندنا كباب بالجبانه، عندي ميني كيش بالطون، سلطة فريت زائد سلطة خضراء مقطعة. عفوا نعاود فيها نهار العاشر قلنا نهار 11 عندنا حريرة. الطبق الرئيسي طاجين الجبن، المقبلات خبيزة محشيين، عندنا السلطات فريت زائد حميس،
بالنسبة للتحلية فلان بالكاطو، يعني لي طبقات كاطون فلان كاطون فلان. عندنا النهار الثاني عشر عندنا حريرة توجور، كبدة دجاج مشرملة زائد فريت. عندنا المقبلات لي كراب مالحين، هنا العيد سي لافيت عند البنات لي كراب. اما بالنسبه للسلطات فريت زائد سالوكا يعني تاع الباذنجان. اما بالنسبه للتحليه بريوش. للسحور بيان سور والقهوه تاع السحور. والقهوه البنات تاني صباح. عندنا نهار 13 حريره، الطبق الرئيسي مثوم بالدجاج تاع الدجاج، يعني مثوم تاع الدجاج. عندنا المقبلات بوراك باللحم ولا بالدجاج صديبو واش كان عندي. عندنا هنا عندنا السلطات، سلطة خضراء زائد فريت. أما التحلية فلان كراميل. 14 نهار 14 عندنا فريك. طبق رئيسي دون مقرنون، المقبلات بوراك بالدجاج والجبن، حميس وفريت وقلب اللوز. نهار 15 فريك، يعني شوربة فريك. الطبق الرئيسي سكالوب فارسي بالشامبينيون كما اللي هدرت، اللي درناه واش من نهار درناه نهار تاني، دوكا عاودتها في نهار 15. وبالنسبه للمقبلات كوكا مورقه، سلطه حميس وفريت وبسبوسه في الليل. 16 نهار السادس عشر عندنا شوربه فريك. طبق رئيسي سكالوب بطاطا مقليه ويعني وبطاطا مع بطاطا مقليه نورمال. المقبلات بورك عنبي. السلطات ماسيدوان والتحليه زلابيه. عندنا النهار الاخير في لاريست تاع الفيديو تاع نهار اليوم. عندنا نهار 17 عندنا الحساء، يعني شوربه. عندنا حساء الخضار. الطبق الرئيسي قراطة الباذنجان. عندنا المقبلات معقودة بطاطا زائد لي كروكيت بالدجاج. اذا قلنا المقبلات معقود بطاطا زائد لي كروكات بالدجاج. وهنايا البنات ندير نزيدو لهم لي صوص، لي صوص اللي ناكلوهم بهم، يعني كيما المايونيز، كيما الطحينه، كيما لازم نرافقوا المعقوده ولي كروكات لازم يترافقوا بلي صوص تاعهم. والسلطه سلطه خضار، فضلت انها ترافقها بسلطه الخضار يعني تجي رائعه. والتحليه عندنا لي طاخت. كان هذا هو الفيديو ديالي للنهار اليوم. نتمنى ديروا سكرين شوت عليه يعني ولا شفتوه باللي مفيد ويخرج عليكم. ما اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالجام للفيديو والاشتراك في القناه والتعليقات والبرتاج قدر الامكان باش ينتشر الفيديو. والسلام عليكم والى الملتقى.